نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أكد مصدر موثوق أن إعلان صفقة فابينيو تأجل إلى يوم غد الأحد بعد مباراة الاتحاد وصفاقس التونسي. وأكد صحيفة عكاظ أن النجم البرازيلي فابينيو الذي وقع عقد انتقاله لنادي الاتحاد في مدينة دبي خلال الساعة الماضية سيكون ظهوره الأول الرسمي مع العميد أمام الرائد الاثنين 14 أغسطس القادم في بريدة ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين. أوضحت المصادر أن اللاعب فابينيو سيتم قيده في الكشوفات الاتحادية بديلا للاعب طارق حامد الذي سيواصل مشواره مع كتيبة النمور في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الحالية في الطائف. وكشفت المصادر أن المفاوض الاتحادي يسعى لحسم ملف التعاقد مع مدافع أجنبي في حال تعذر التعاقد مع مدافع محلي، ومن المتوقع أن يتم إنهاء ملف التعاقد مع المدافع القادم خلال الأسبوع الحالي ليتمكن من الوجود مع العميد في التدريبات والاستعدادات لمباريات منافسات الموسم الرياضي. من جهة أخرى، أكدت قنوات الكاس أن نادي الشباب رفض عرضا من الأهلي وعرض من الاتحاد للتعاقد مع حسان تنبكتي. أكدت مصادر موثوقة أن الاتحاد اتفق مع اللاعب حسن كاديش لتمثيل العميد لمدة 3 سنوات مع عدم موافقة نادي التعاون. كما ذكرت المصادر أن نادي الاتحاد تم الاتفاق مع الحارس مروان الحيدري، وسيلعب الاتحاد غدا الأحد أمام الصفاقس التونسي في الجولة الثانية من البطولة العربية. وتأكد غياب المدافع عمر هوساوي بسبب الإصابة. من المتوقع أن يبدأ مدرب الاتحاد بالتشكيلة الأساسية التالية: في حراسة المرمى مارسيلو جروهي، وفي خط الدفاع مد الله العليان وأحمد بابا سعود وأحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، وفي خط الوسط طارق حامد وكانتي أمامهم إيغور كورنادو، وفي الهجوم رومارينيو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله.